ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو بيتكلم عن ايه هي اهم النشاطات او اهم جوانب الحياه اللي احنا المفروض ان احنا نهتم بيها في رمضان. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو انت مش عامل لي فولو على انستجرام ما تنساش تعمل لي فولو، ويلا نبدا. قبل ما ابدا في اي حاجه واقول لك ايه هي الجوانب اللي هنهتم بيها، فعايز اقول لك ان الفيديو متقسم لاجزاء او لجوانب الحياه اللي المفروض نهتم بيها. وهتلاقيه مثلا ان انت لما تعدي كده بايدك كده على التايم لاين بتاع الفيديو، يعني هتلاقي ان في العباده والمذاكره والشغل وتطوير الذات وكل الحاجات دي هتلاقيها على الفيديو. تعالوا نبدا باول جانب من جوانب حياتنا هنهتم بيه في رمضان وكمان بعد رمضان، وهو العباده واهدافي في العباده اللي انا عايز احققها في رمضان. اول حاجه ان انا اختم القران، تاني حاجه ان انا اصلي كل الصلوات في المسجد يوميا، تالت حاجه وهي اني استغفر ربنا كتير يوميا، رابع حاجه وهي اني اقرا اذكار الصباح والمساء والنوم. واول حاجه نبدا بيها وهي ان انا اختم القران. وعشان اقدر اني اختم القران فكل يوم بعد كل صلاه هقرا 4 صفحات. طب ازاي اقدر ان انا التزم على القران؟ بص، هتعمل منبه قبل كل صلاة بربع ساعة، وقبل ما تنزل هتقرأ الورد بتاعك، بعديها هتنزل على الأذان تقريبا، والمؤذن بعديها هيبدأ ان هو يقيم الصلاة. طبعا في الوقت اللي بين الأذان والإقامة ممكن ان انت تقعد تستغفر ربنا، وبكده انت تكون خدت حسنات في الحالتين، وبكده احنا نكون خططنا لهدفين من الاهداف في جانب العباده. عشان تقدر ان انت تلتزم على الصلوات في المسجد فلازم اولا ان انت تكون محضر الهدوم اللي انت هتنزل تصلي بيها وتخليها في مكان ظاهر قدامك، عشان كل ما الاذان يأذن تفتكر ان انت لازم تنزل وتصلي وتلبس الهدوم بسرعه كمان وتنزل على طول على الاذان. غير كده كل ما الاذان يأذن افتكر ان الصلاه في المسجد عليها اضعاف 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 الحسنات اللي انت هتاخدها لما كنت هتصلي لوحدك. رابع هدف هنركز عليه وهو قراءة الأذكار. طب ليه أصلا بنقرأ الأذكار؟ أولا لأنها بتحصنك من الحسد وكل الحاجات اللي هي ممكن تحصل لك وحشة أنت مش عايزة إن هي تحصل لك. ثانيا لما تقرأ الأذكار هتاخد ثواب كبير على كل حاجة أنت بتقرأها، عشان كده من المحبذ إن أنت تقرأها في رمضان وكمان في غير رمضان، وده اللي أنا بحاول أعمله دلوقتي. المهم أذكار الصباح هتقرأها بعد صلاة الفجر، والأذكار المساء هتقرأها بعد العصر، وأذكار ما قبل النوم هتقرأها وأنت نايم على السرير. وعشان تقدر إن أنت تلتزم على الأذكار وفي نفس الوقت ما تضيعش وقت، ازاي ممكن ان انت تضيع وقت مع انك بتقرا الاذكار؟ هقولك الحوار مش ان انت تقرا الاذكار، لا، الحوار في ان انت بتضيع وقت على الموبايل. وعشان تقدر ان انت تلتزم على الاذكار وفي نفس الوقت ما تضيعش وقت على الموبايل، ولو انت مش عارف فاغلب الناس عندها الاذكار على الموبايل، وممكن ان انت تكون واحد من الناس اللي عندها اذكار على الموبايل. زي كده دلوقتي انا عندي حصن المسلم ده على الموبايل وفيه كل الاذكار اللي انا ممكن احتاجها. طب ازاي ان انا اقرا الاذكار والتزم عليها وفي نفس الوقت اني ما ضيعش وقتي على الموبايل؟ لانك وانت بتقرا الاذكار بعد ما تخلص ممكن تلاقي انستجرام تفتحه، فيسبوك، كل السوشيال ميديا دي ممكن ان هي تضيع لك وقتك، واحنا مش عايزين نضيع اي ثانيه في وقتنا من رمضان عشان نقدر ان احنا نحقق كل الاهداف اللي احنا عايزينها. عشان بقى تقدر ان انت تحقق الهدف بتاع ان انت تقرا الاذكار كل يوم، فلازم ان انت ومن المحبذ ان انت عشان ما تضيعش وقت فان انت تجيب كتاب زي ده او كتيب تقرا من عليه الاذكار. طبعا الكتاب ده متبهدل لان هو عندنا من زمان. المهم عشان تقدر ان انت تقرا الاذكار من غير ما تضيع وقت زي ما قلت ممكن ان انت تجيب كتاب زي ده، او ان انت تطبع ورق وتدبسه وتقطعه كده، تخلي الورق مطبوع، الورقه مطبوع فيها 4 ورقات، وعادي ان انت تخليها ابيض واسود بس الخط لازم يكون واضح عشان عينك ما توجعكش. المهم ممكن ان انت تطبعها وتقصصها وتلزقها. خلصنا اول جانب من جوانب حياتنا وهو الجانب الديني او جانب العبادات، ودلوقتي هنروح لتاني جانب واهم جانب بالنسبه لناس كتير قوي 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 ومنهم انا، وهو جانب المذاكره. عشان كده هقولك نظام مذاكره لو انت اتبعته ان شاء الله هتقدر ان انت تذاكر كم كبير في اليوم خلال رمضان. بص، انت هتذاكر قبل الصيام ولازم تركز ان انت تخلص مذاكرتك قبل الفطار وتحاول انك ما تضيعش وقت. ليه تخلصها قبل الفطار مع انك ممكن تقول ان انا قبل الفطار بكون مش مركز؟ لا، قبل الفطار انت لو اتسحرت كويس هتلاقي ان انت نشيط ومركز عادي، لكن في اول كام يوم وبعديها بتروح. فانت هتركز ان انت تذاكر قبل الفطار عشان بعد الفطار كلنا عارفين بنبقى مهبطين بسبب الاكل، لاننا بناكل كتير لاننا بنكون صايمين بقى وجعانين، فبناكل كتير فبنكون برضو مهبطين مش قادرين ان احنا نذاكر قوي. وفي ناس بتنام بعد الفطار
فمش هتقدر، مش هتكون مناسبة لاغلب الناس. المهم ان انت لازم تركز انك تخلص المذاكرة قبل الفطار عشان تقدر ان انت تذاكر اكبر كمية، لانك لو ذاكرت بعد الفطار مش هتكون مركز قوي. تالت جانب من جوانب حياتنا وهو الشغل وتطوير الذات. والشغل مش معناه انك تنزل وتشتغل وتجيب الجنيه وتصرف على نفسك وتبقى حر ماليا، لا لا لا، كل الحوارات دي بعيدا عن اللي انا هقولها. اهم حاجة اللي انا هتكلم فيها دلوقتي وهي انك تطور نفسك في حاجة تفيدك لما تكبر، زي مثلا ان انت تاخد كورس برمجة او كورس انجليزي او كورس فوتوشوب او كورس اي مهارة انت عايز ان انت تتقنها وممكن ان هي تفيدك. وغير كده استنوا فيديو ان شاء الله قريب جدا هتكلم فيه عن اهم المهارات اللي انت لازم تتعلمها في 2024. والمهارات دي هتكون من ضمنها شوية مهارات هتساعدك ان انت اولا تبقى عندك خبرة في حاجات كتير جدا وهتفيدك لما تكبر، وحاجات تانية كتير هنتكلم عنها في الفيديو اللي هيكون فيه الموضوع ده. وطبعا لازم تركز انك تخلص العبادات والمذاكرة وبعديها تروح على الحاجات دي. وطبعا ده بيترتب حسب الاولويات، يعني انت لو عندك امتحان بكره فانت اكيد هتركز على المذاكره بس عشان تقدر ان انت تمتحن بكره. زي يعني انا يوم الثلاث تقريبا او يوم الاربع مش باصص على الجدول، عندي امتحان وفي رمضان، فيوم الاثنين اللي قبل الامتحان هكون مركز ان انا اخلص الماده اللي انا همتحن عليها عشان اقدر ان انا ادي كويس في الامتحان. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. وبس كده، سلام.